طماطه هاي دح شرحها معصلك الطماطه. الصحن ذاك اللي محترق من سويت هاي مقلوبه مقلوبه وقالبقت بيطه واحترق منها ما ينفع اوخر هذا الاحراق. هسه شو نسوي؟ نجيب هاي الرارنجه طرنجه بسم الله ونعصرها فوق الطماطه. يلا حيهم يا طماطه حامضه ونعصرها هنا فوق الدولمه ويلا حيهم. وش رايكم اليوم هاي القعده الحلوه؟ هذا دعبول هاك ابو صابر هذا قشر هاك. طبعا اليوم المريع ما جاني، السلاب محاوطاتني، هذا واحد وهذا واحد وذاك الاخر وهذا واحد وذنيش ثلاثه، ذاك واحد ذاك واحد ذاك اسود نايم. اليوم المريع ما جاني. يلا حيهم. هسه شو نسوي؟ طبعا هذا البصل هنا اليوم قرط هيك همش يصير لك توب، اذا طقك على خشمك خليك تبكي، طق الخشم تدمع العين ابو المثل يقول مو يعني ما عليه. بعد ما نلف الدولمايه نقمسها هنا. يلا حيهم بالطماطه الطوي، طبعا طماطه شوي عليها ملح تصير حيل طيبه، هاي خيارايه مالي خلقها. ويلا حيهم ابو صابر عندك موقف ذاناتك. ونجي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا البصل ورا ما ناكل اللقمه نقرط بصل. عن التفاح الاحمر يصير مو طيب مثل الاصفر، الاصفر يصير اطيب من عنده يصير قوي.